يا مرحبا فيكم حبايبي، معكم أخوكم أسلام الدين من قناة كويت ماني هاب. واليوم بنسولف عن موضوع مهم وايد والكل قام يسأل عنه بالفترة الأخيرة: شلون نقدر نفهم وضع سوق الأسهم ونختار الأسهم الزينة اللي ممكن تعطينا فرص حقيقية للدخل والنمو، خصوصا بهالوقت اللي الأسواق فيه شوي متقلبة والناس ضايعة بين الأخبار والتحليلات. وأنا اليوم بقدم لكم موضوع بطريقة سهلة ومبسطة وبلهجة قريبة منكم، عشان كل واحد فيكم يطلع من الفيديو بفهم واضح ويعرف شلون يتخذ قراره بنفسه بدون ما يعتمد كليا على كلام الآخرين. خلوني أقول لكم أول شيء إن سوق المال مو مكان تخوف، ولا هو مكان يتحرك بالصدفة. بالعكس، إذا عرفت شلون تقرأ المعلومات وتصفي الضجيج بتشوف الصورة بشكل أوضح. كثير ناس تدخل السوق بدون خطة، يشوفون سهم طالع يومين فيدخلون عليه وبعدها ينزل ويخسرون ويقولون السوق مو زين. الحقيقة إن المشكلة مو في السوق، المشكلة في عدم الفهم. وأنا هنا عشان أشرحها لكم خطوة خطوة بأسلوب بسيط بدون تعقيد وبدون مصطلحات ثقيلة. أول نقطة لازم نعرفها هي إن السهم ما يتحرك صدفة، كل حركة وراها سبب، سواء من أخبار الشركة أو نتائج مالية أو تحركات كبار المستثمرين. لذلك لما الواحد يفكر يدخل سهم معين لازم يعرف شنو وراء هالسهم، شنو المنتج اللي تقدمه الشركة، شنو أرباحها، هل عندها نمو ولا واقفة مكانها. ترى مجرد إن السهم مشهور ما يعني إنه ممتاز، مجرد إنه رخيص ما يعني إنه فرصة ذهبية. اللي يميز المستثمر الذكي إنه يعرف شلون يشوف الصورة الكاملة ويسأل نفسه: هل الاستثمار هذا يناسب هدفي؟ يناسب دخلي؟ يناسب تحملي للخطر؟ وبنفس الوقت لازم ننتبه من الأخبار المبالغ فيها، خصوصا السوشيال ميديا. كثير حسابات تتكلم عن سهم معين تقول لك راح ينفجر، راح يدبل، لكن لما تروح تدور ورا الكلام ما تلقى مصادر ولا أرقام ولا شيء يعطيك ثقة. وأنا دايما أقول المستثمر اللي يعتمد على غيره راح يضيع، لكن اللي يتعلم ويفهم هو اللي ياخذ القرار الصحيح بنفسه. وهدف قناتي إني أعلمكم شلون تميزون المعلومة الصحيحة من الكلام الفاضي. خلونا بعد نتكلم عن نقطة مهمة وهي الصبر. ترى الاستثمار مو سباق، وما في أحد يصير غني بيوم وليلة. النجاح يحتاج صبر، يحتاج نفس طويل. حتى أكبر المستثمرين في العالم كلهم يربحون على المدى الطويل، مو في يوم أو أسبوع. وإذا كنت تدور الربح السريع لتحويلك إلى المضاربة، وهني لازم تكون واعي إن الخطر عالي، ولازم تلعبها بحذر وتدير رأس مالك بطريقة ذكية. وأنا أسلام الدين موجود وياكم هنا في كويت ماني هاب عشان أساعدكم تتعلمون شلون تبنون طريقكم المالي خطوة بخطوة. ما راح أعطيكم وعود خيالية ولا راح أقول لكم ادخلوا على هذا السهم. بالعكس، أنا أعطيكم طريقة التفكير الصحيحة، الطريقة اللي تخليكم مستقلين وتعرفون تقررون بدون أحد يملي عليكم. وصدقوني لما تتقن هالمهارة راح تحسون بثقة أكبر وبتشوفون نتائج أحسن من قبل. وفي نهاية الفيديو، إذا عجبكم الكلام وحابين تشوفون محتوى مفصل أكثر عن تحليل الأسهم، الطرق الذكية للادخار، وأفضل الممارسات لبناء دخل إضافي، ودائما أقول الرزق على الله، وإحنا علينا السعي والتعلم واتخاذ القرار الصحيح. أشوفكم في الفيديو القادم يا أحباب، ومع السلامة.